وقال: نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم، نقدم عزاءنا في هذا البابا الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له، وكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانت ليديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، يترحم على نصراني كافر لأنه قام بجهود في دينه وهو دعوة الناس إلى أن لله ولدا، يترحم عليه لهذا؟ أولا الترحم للكفار حرام بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع النووي في كتاب الأذكار. ثانيا الله حرمه في القرآن. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصر الدين، ومع ذلك نهاه الله أن يستغفر له. فكيف برجل ضحى بسنين عمره وبماله وجهده في الدعوة إلى أن لله ولدا، ثم يأتي علم كما يقال ويزعم ويدعى علم الإسلام ويوسف القرضاوي فيترحم عليه؟ لما؟ لأنه قدم جهودا لأي شيء لدينه، عافاني الله وإياكم.